السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى كمان تكونوا بخير بصحه وعافيه. اليوم راني جيتكم فيديو جديد. دائما نبقاو مع الكوزينه. اليوم راح نوريكم ان شاء الله كيفاش راح نديروا الكريم شونتي بالبودره تاع الشونتي. كاين بزاف بنات ما يعرفوش يديروها، كاين يقولوا لي هذه حاجه بسيطه نورمالمون كامل نعرفوها، صح كاين اللي ما يعرفوش يديروها. انا فضلت نوريها لهم في فيديو. واش راح ندير؟ راح نحتاج نص كاس تاع لا بودر شونتي. انا عبرت بال125 هي في 125 ملي، يعني نص كاس بالعبار. راح نحتاج كميه كبيره. فوالا هناخدو هذه نفرغو لهنا نفس الكميه اللي وسيتها بودره الشونتي. حنزيدها حليب لازم يكون بارد. ونطلعها بالباتور واحد ربع ساعه هكاك. نحطو تحت الكاسرول هذه كاش حاجه بارده ونطلعوها. كي كمان نطلعها نعاود نولي لكم. فوالا لي في شوفوا كي كملت طلعتها، شفتوا مدت لي كميه لاباس بها. يعني انا بقيت 10 دقائق وانايا نخدم الباتور حتى طلعت لي هكا. ماشي غير تشوفوها بدات تطلع خلاص تحبسوا، لازم حتى تكمل تطلع مليح باش تحبسوا. هي كل ما يكون الماء الحليب عفوا بارد، وكل ما ديري لها حاجه بارده تحتها كل ما حتطلع لك مليح. انا نستعمل دائما هذه، نحطها تحتها، نحط الكاسرول تاعي ونبدا نطلعها. بنات يعني لازم تحتفظوا بها في الثلاجه باش ما تذوبلكمش، وما ديروهاش فوق حاجه سخونه. لازم كي تكونوا حتزينوا بها الكحكات تاعكم لازم تكون الكحكه بارده، سينو راح تسيح لكم. اتمنى يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم، وإلا عجبكم اكيد خلوا لي جيم لا فيديو. ما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. سلام وصحه فطوركم.